المغرب فريمون عنده منتخب تري فور. شفنا. أسعد الله أوقاتكم، مرحبا بكم أينما كنتم. لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل مواجهة النيجر، المنتخب المغربي يجري حصة تدريبية مفتوحة. يستعد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لبرمجة حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد منتخب النيجر وكذلك منتخب تنزانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وسيخوض أسود الأطلس لقاءهم ضد النيجر يوم الجمعة على نفس الملعب بداية من الساعة 9:30 مساء، قبل أن يواجهوا منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء 25 مارس. ومن المقرر أن تقام هذه الحصة التدريبية يوم الخميس على أرض الملعب الشرفي بمدينة وجدة، انطلاقا من الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأعرب الوافد الجديد على المنتخب الوطني المغربي بلال نادر لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن سعادته البالغة بتلقي دعوة من المدرب الوطني وليد الركراكي للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي، حيث عبر هذا الأخير عن سعادته الكبيرة بهذا الاستدعاء. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.